ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا اقولكوا ازاي تعملوا فطيرة لذيذة جدا في اقل من 10 دقايق وبدون عجن ولا تخمير، وكمان النتيجة بتاعتها مضمونة جدا ان شاء الله. لو جربتوها باذن الله تعجبكم. بس لو اول مرة تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات والوصفات الجديدة اللي بنزلها. وتعالوا بقى اوريكم شكل الفطيرة لما طلعت من الفرن كانت عاملة ازاي. جميلة جدا جدا، والطبقة والسمك بتاعها مظبوط قوي. الناس بقى اللي بتحب اكلات المطاعم والحاجات اللي فيها جبن وجوسي بقى وكده هتعجبهم جدا الوصفة دي. هنا بوريكم ان الطبقات بتاعتها وازاي هي مورقة كده وجميلة، يعني كأنكم عملتوا أصلا فطيرة بنفسكم في البيت بس بأقل مجهود خالص. فعلا 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 مش هتاخد 10 دقايق منكم. هنا بقى بوريكم، بصوا بقطعها هنا هي بس سخنة شوية. حتى التقطيع بتاعها الحمد لله كان سلس جدا وما اتحرقتش من تحت ومظبوطة قوي. بصوا بقى اللذيذة والجمال، طلعت وما سابتش اي اثر وراها وطلعت من الصينيه اصلا بمنتهى السهوله الحمد لله. بس طبعا تعملوا كل اللي هقول لكم عليه وان شاء الله هتطلع معاكم مظبوطه جدا. اول حاجه هجهز الحشوه بتاعتها. طبعا الحشوه يعني براحتنا خالص، نعمل اي حاجه متاحه في البيت، مش شرط اللي انا هعمله دلوقتي. هنا جبت مكعب زبده، يعني حجم وسط كده شويه، وحطيت بس يا دوبك حته زيت بسيطه خالص عشان الزبده ما تتحرقش لان الطاسه كانت سخنه جدا. بعد كده هنزل بالبسطرمه وهبدا اشوح فيها لحد بس ما تستوي البسطرمة كويس جدا. اهم حاجة ان البسطرمة تستوي لان هي هتدخل في طبقات الفطيرة، فمش هيوصل لها اي نار تانية غير النار اللي احنا بنسوي بيها دلوقتي. زي ما قلت طبعا الحشوة براحتكم، مش لازم بسطرمة، ممكن اي حاجة عندكم. يعني لو في شوية مثلا فراخ، شوية لحمة مفرومة، اي حاجة، يعني اي حاجة متاحة في البيت ممكن تحشوا بيها. هبدأ بقى اطلع البسطرمة كده بعد ما اتشوحت كويس خالص واتأكدت انها يعني خدت سوا حلو خالص. بعد كده جبت صينية وحطيت فيها ورقة زبدة ودهنت ورقة الزبدة دي بشوية زيت بسيط خالص عشان احتياطي بس الفطيرة ما تلزقش من تحت. بعد كده جبت الخليط ده عبارة عن بيض ولبن، يعني كوباية لبن كده وعليها بيضة واحدة، وهدهن بيها أول طبقة من عيش التورتيلا. هنا بقى المكون الرئيسي بتاعنا عيش التورتيلا، هو ده اللي هنعمل بيه الفطيرة إن شاء الله. بعد كده ببدأ أحط بقى شوية جبنة موتزاريلا كده. ممكن نستخدم الموتزاريلا اللي هي عبارة عن ميكس جبن، دي بتبقى فيها تريبل ميكس، يعني ميكس جبن ثلاثي كده. او نستخدم اللي هي الموتزاريلا اللي انا استخدمتها دلوقتي، دي بتبقى موتزاريلا عادية كده، مش ميكس جبن يعني. بس ملحوظة ان الميكس جبن بس بتبقى حادقة شوية، فيها حدوقة شوية، فاحنا مستخدمين بسطرمة. لو انتوا هتعملوا يعني بسطرمة زي ما انا عاملة كده الموضوع هيبقى حادق قوي، يعني خدوا بالكم بس من النقطة دي. عشان كده انا استخدمت الموتزاريلا العادية عشان بس الموضوع ما يبقاش حادق قوي. حتى خليط اللبن والبيض انا ما حطيتش فيه ملح ولا فلفل اسود عشان البسطرمة اصلا فيها حدوقة، فمش عايزة الموضوع يبقى حادق قوي. بعد كده حطيت طبقة من البسطرمة كده. بعد كده احط ايه طبقة تانية من عيش التورتيلا.
وبرضه هديله دهنة بيض ولبن كويس خالص كده. اهم حاجة ندهن كويس جدا بالخليط ده عشان عيش التورتيلا بينشف بسرعة في الفرن، فاحنا عايزين حاجة تخليه يفضل طري وتخليه يطلع طري معانا في يعني المضغ بتاعه ما يبقاش صعب. حطيت برضو ايه موتزاريلا كده. بعدين احط طبقة كمان من البسطرمة. نحاول بس نوزعها كويس خالص بحيث ان كل حتة يبقى يعني كل قطمة تبقى فيها قطعة بسطرمة. وكده حطيت طبقة كمان من عيش التورتيلا، وبرضو هديله دهنة بيض ولبن كويس خالص كده، بالذات الأطراف نهتم بالأطراف كويس جدا لأن هي أكتر حاجة بتنشف جوه الفرن. طبعا أثناء ما أنا شغالة بسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 250. بس وبحط بقى موتزاريلا كده على الوش. دي الطبقة الأخيرة، فأنا يعني ممكن متوصية شوية في الجبنة عشان بتدي لون لذيذ كده، وبتدي بقى ايه يعني بتمط كده وبتبقى لذيذة قوي لما بتطلع من الفرن ان شاء الله. بالذات لو اتقطعت وهي سخنة هتلاقوها بتمط معاكوا خالص. بعد كده حبيت ان ايه احط ايه، كان عندي شوية جبنة رومي مبشورة. كان عندي كده يعني ما بقالها فترة ومش بستخدمها، فحبيت ان انا بس احطها على الوش كده، حاجة بسيطة خالص. بس دي حاجة اختيارية مش اجباري خالص. انا كان عندي شوية فحبيت ان بس انا استخدمهم مش اكتر. بعد كده بحط شوية سمسم كده على الوش. بعد كده بقى بدخلها الفرن لحد بس ما الجبنة تسيح، مش عايزين اكتر من كده، وتاخد لون الذهبي الجميل اللي هتشوفوه دلوقتي ده. وبس كده يعني الوصفة خلصت، وزي ما انتم شايفين جميلة ما شاء الله وطالعة يعني كأننا عملنا فطيرة كده وعجناها من الأول خالص. لا دي في أقل من 10 دقايق هنعمل أحلى فطيرة. وطبعا الحشو براحتنا خالص نتحكم فيه براحتنا. وزي ما انتم شايفين كده هسيبكم بقى تتفرجوا على جمال الفيديو. وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم والوصفة كانت لذيذة وتكون عجبتكم. وأتمنى تاخدوا لفة في القناة كده وتتفرجوا على كل الأفكار والوصفات اللي بقدمها. وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم.